أخي المغرب بلد الأصالة والكرم والشعب المغربي حقيقة شعب محب لكل شعوب العالم، وعنده واحد الدرجة من ثقافة حب الأجنبي وحب العربي وحب المسلم وغير المسلم وحب الجميع. عنده بصراحة المغرب، أنا 13 عام في المغرب، مرتي مغربية، الزوجة ديالي مغربية، أولادي مغاربة. عمري ما حسيت بشغل ديما يقولها قدام الناس كاملين. جلالة الملك الله يطول بعمره ويربي يخلينا اياه ويطول بعمره دائما يا رب. اعطانا تسهيلات كبيره، قدم كل اللي ممكن يقدمه للسوريين. ما عمرنا ما حسينا باي اشكال ولا باي حال من الاحوال، لا معيشيا ولا من جهه اقامه ولا من جهه استثمار ولا من جهه، يعني بلد فاتح المجالات للناس كاملين، والباقي علينا احنا نديروا هذاك الشيء اللي خصنا نديروه. يعني الحمد لله رب العالمين، امين يا رب، امين. الله يخلينا ونشكر شعب المغرب كامل وعلى الكرم وكرم الضيافه. شعب طيب، شعب اصيل، عنده اصل طبعا، اصول متراكمه عريقه كبيره، ما نقدروش ننكروها ابدا. الله يبارك فيك. وهذا الشيء يعني من بغايه يعني كيسعدنا بزاف وكيخلينا دائما مرتاحين في البلاد. نتمنى ان شاء الله نعيشوا فيها ونموتوا فيها كمان، وربي ان شاء الله يجمعنا بأطيب الناس كما يجمعنا هيك دائما بالطيبين. امساكم مرحبا بكم. الشعب كلمه كنقولوا الشعب المغربي الشعب السوري يا سيدي مرحبا بكم ان شاء الله. ان شاء الله انتم نحن غير ضيوف هنا، ان شاء الله نكونوا ضيوف خفيفين الظل، مقبولين، ونقدموا ان شاء الله اللي نقدروا نقدموا من ثقافتنا حتى احنا باش نتعرفوا على الثقافه المشتركه. كما كنقولوا اي واحد يبغي بلادنا ويبغي ملكنا اكيد راه كنديروا فوق راسنا. طبعا احنا الشعب المغربي كله ملكنا فوق راسنا كمان، حتى احنا عايشين في البلاد بكرمها وبجودها وبرزقها بصدق الله هنا وعايشين، الحمد لله رب العالمين، اولادنا بعائلاتنا بمدارسنا بكل شيء، الحمد لله رب العالمين، كل شيء نتمناه خير. مرحبا.